يا خسارة جاب مجموع كبير ولكن دخل كلية انا ابني دكتور كذا. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا النهارده هتكلم معاكم بكل صراحة، عايزة اعرفكم بنفسي للناس اللي هي ما تعرفنيش. انا خريجة كلية صيدلة 2021. اول حاجة لثانوية عامة، يعني بصوا تأكدوا 100% انه طالما انت عملت اللي عليك او طالما انت عملت اللي عليكي فتأكدي انه يعني ان شاء الله هتدخلي الجامعة اللي نفسك فيها ومجموعك هيجي. ناس كتيرة بتبقى محتارة، هل انا ادخل الكلية مجموعة جابها؟ يعني نفترض مثلا انه حد مثلا جاب كلية طب او صيدلة او اسنان او whatever، يعني جاب الكلية دي، هل انا ادخلها ولا لا؟ انا دايما بقول انه ما تخلوش المجموع بتاع ثانوية عامة هو اللي يحدد انت هتعمل ايه او انت عايز تخش فين. بصوا يعني شوف طبعا امثله كتيره قوي من ان تدخل الكليات دي علشان انا ابني دكتور كذا وانا ابني باشمهندس، او مثلا طلاب بيبقوا حابين ان هم يسمعوا اللقب زي ده ولكن هم مثلا مش حابين ان هم يشتغلوا كده. طبعا اللقب ده بيبقى في وقت الجامعة ناس كتير بتبقى حباه. انا كواحدة مثلا كنت يعني كلمة دكتورة دي كنت بموت وان انا اسمعها، ولكن بعد ما اتخرجت عادي، ايه دكتورة يعني ما عملتش انجاز، يعني عادي. ما تخلوش المجموع هو اللي يحدد مصيركم. ناس كتيرة قوي يعني دخلت الكليات دي علشان هي مستخسرة المجموع، اللي هو انا جبت مجموع كبير واشتغلت كتير قوي على نفسي، او مستخسرة ابني ما يدخلش الكليات اللي هي القمة دي. ده غلط خالص، بيخلي انه طالب يقعد مثلا وتفر 5 سنين او 6 سنين في جامعة هو مش حاببها ومش حابب الدراسة بتاعتها ومش حابب يعني اي حاجة فيها ومش عايز يشتغل في ده بعد ما يتخرج. يقعد بعد الجامعة يقعد بقى يجرب مجالات تانية ويدرس في حاجات تانية، يقعد فيها 5 أو 4 سنين يضيعها علشان يشتغل الحاجة اللي هو عايز. بدل ما كان يدخل جامعة 4 سنين هو ضيع في مقابلها 9 سنين عشان يدخل المجال اللي هو عايزه. فكان من الأول ندخل الحاجة اللي احنا عايزينها، بلاش فكرة ان احنا نستخسر او ان احنا يا خسارة جاب مجموع كبير ولكن دخل يعني كلية ناس بتدخلها بمجموع اقل. بحسها انه زي بالظبط مثلا لما دخلت سوبر ماركت ولقيت انه في عاملين اوفر كتيرة قوي في حاجات مثلا انا مش حباها او مش حابه اكلها ولكن استخسرت الاوفر فجبت الحاجة دي. طبعا تشبيه مش زي بعض ولكن انا بحسها كده. بقدر ان انا اهلي دفعوا كتير فاكون مثلا متضايقه على الفلوس ان اهلي دفعوها فادخل كليه كبيره، كليه تشرف اهلي وتشرفني. لازم ان انا اكون برضي اهلي، ولكن اهلك هيكونوا متضايقين لما بعد ما تتخرج من كليات طب او صيدله متشتغلش بيها. اهلك هيكونوا زعلانين اكتر لو انت بدل ما تاخد مثلا الكليه بتاعت 5 سنين تاخدها في 6 7 سنين عشان انت قاعد متقدر. اهلك هيكونوا متضايقين اكتر لما تشتغل في شغل انت مش حابه طول حياتك، مش حابه وكمان انت مش عارف تجيب الفلوس اللي تعيشك عيشة كويسة. اهلك هيكونوا متضايقين اكتر لو انت خلصت الكليات دي وقعدت فترة كده مش عارف تعمل فيها ايه فتقوم ان انت عامل كارير شيفت في حاجات تانية. اهلك طبعا هيكونوا مبسوطين لما انت تشتغل في شغلانة انت مبسوط وعارف تتطور فيها وبتترقى وبتاخد مرتب كويس. في حاجة عايزة اقولها، ان احنا وقت الثانوي وقت الجامعة بنبقى فاكرين انه يا ده لما اتخرج بقى هكون فاضي وهكون مرتاح وقتي هيكون ملكي. كلنا يا جماعة بلا يعني شك كلنا فكرنا في التفكير ده، انه انا بعد الجامعة هكون بقى حر، لا عندي امتحانات ولا عندي مذاكرة ولا حد يقول لي اصحى الساعة 8 الصبح علشان تروح المحاضرة. بصوا عايزة اقول ان اكتر وقت هيكون ملكك هو وقت الجامعة وما قبل الجامعة. انه ما بعد الجامعة انت بتصحى الصبح 8 الصبح تشتغل، تقعد 9 أو 10 ساعات في شغلك، ترجع طبعا يعني تعبان جدا، بتنام وبتصحى هكذا والدايرة بتلف تاني. فتحس ان انت ايه ده انا وقت الجامعة انا كنت ممكن عادي ان انا مروحش السكشن او مروحش المحاضرة، عادي ان انا كنت مثلا اغيب. ده انا كان عندي 3 4 شهور اجازة، ما عنديش غير يوم او يومين بس في الاسبوع، غير كده عندي بس الاجازات الرسمية. واحيانا طبعا الكليات الطب طبعا كلها ما عندهاش الاجازات دي. بصوا في 3 حاجات مهمين جدا 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 نعملهم في وقت الجامعة. اول حاجة التطوع.
انا قبل كده اتكلمت معاكم على التطوع وقد ايه فعلا مهم. عايزه اقول لكم ان هو غير شخصيتي جدا. انا ما قبل الجامعه كنت شخصيه ما كانش عندي صحاب كتيره. كنت دايما كده اللي هو قاعده، يا اما انت تكلمني انا ما بعرف ابدا اتكلم مع الناس. ولكن بقى في وقت الجامعه مع التطوع خلاني ان انا بسافر جامعات كتيره قوي وبتكلم مع ناس مختلفين عني تماما. طبعا كالتشر وتعليم مختلف وكل حاجة. يا اما ان انا كمان بتطوع في اماكن فقيرة، فطبعا بيخليني ان انا في كل مكان بتكلم بطريقة مختلفة. اداني فرصة ان انا اشتغل مع وزارة الشباب والرياضة واقدم معلومات لناس 30 و 35 سنة. فطبعا بالنسبة لي خرجني جدا من كومفورت زون، من فكره ان انا بتعامل بس مع طلاب، اتعاملت مع فئه كبيره من الناس. فسنه الجامعه اللي انتوا فيها ما فيهاش تطوع. انا اصلا في EBSF كانت التطوع بتاعنا في كل الجامعات عادي، على مستوى انحاء العالم اساسا. ولكن لو انتوا الجامعه عندكم ما فيهاش تطوع عادي، في اماكن كتيره قوي تطوع وفي انترنشيب موجوده في كل حته. ممكن تفتحوا على لينكد ان هتلاقي انترنشيب تبقى مجالات بعيده قوي عن المجال اللي انتوا فيه، تبداوا تعرفوا حاجات كتيره مختلفه وتتعاملوا مع ناس اكبر منكم. تاني حاجه وهي اللغه. بصوا انا ما كنتش عارفه قيمتها خالص في وقت الكليه. قلت يعني اللغه هتفيدني في ايه؟ انا كل اخري ان انا هروح الصيدليه وان انا هتعامل مع مصريين زيهم بيتكلموا عربي. ولكن هي بجد مهمه قوي. بصوا لو انت مرتبك مثلا 5 و6 و7 آلاف، انت مرتبك هيبقى اضعاف لو انت عندك لغه. وعشان كده لو انت عندك الفلوس اللي انت تنفست مثلا في بعد كده في ابنك، انفست في اللغة، خليه يدخل حاجة اللغة بتاعتها كويسة. فعلا اكتر حاجة مطلوبة مش بس في مصر، في كل حتة اكتر حاجة مطلوبة هي اللغة. في اماكن كتيرة قوي بتدي اونلاين، وكمان في تسمع افلام اكتر حاجة تديك بقى اللغة من يعني ناس بتوع اللغة اساسا. افلام، تسمع فيديوز على اليوتيوب. بصوا كل الحاجات دي ايا كان الحاجه اللي انت تستثمر فيها وقت. تالت حاجه وهي الكورسات. افترض مثلا ان انا يعني ربنا مثلا ما وفقنيش او ما دخلتش الجامعه اللي انا عايزاها. اول حاجه اللي انا عايزه اشتغل ان انا دخلت مثلا جامعه انا مش عارف مستقبلها او مش عارف اي حاجه عنها، عادي مفيش اي مشكله. خد بقى كورسات، طور نفسك في وقت الجامعه. زي مثلا يوديمي بتدي كورسات كتيرة قوي في كل المجالات، سواء ماركتينج، سواء سوشيال ميديا، سواء ديجيتال ماركتينج، سواء ديزاين، سواء برمجة، إدارة أعمال. وعرفوا ان انتوا اصلا ميولكوا ايه في المجالات دي، فتبدأوا ان انتوا تاخدوا كورسات طبعا مكثفة وكورسات معتمدة علشان تشتغلوا بالحاجات دي لما تخرجوا. اعرفوا ان الحاجات دي فعلا دلوقتي مطلوبة بشكل كبير قوي، وطبعا مرتباتها يعني كبيرة قوي. فكر شوية بره الصندوق. فكرة ان انا خلاص هتخرج من كلية صيدلة انا هشتغل في صيدلية، اعرفوا انه المرتبات ضعيفة لدرجة مش طبيعية. اشوفكم في فيديو جديد، واستنوني بقى الفيديو اللي جاي علشان هقولكم نلبس ايه وقت الجامعة. باي.